بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة الشرق، أهلا بيكم النهاردة في لقاء جديد وجميل جدا عن فارس السينما المصرية أحمد مظهر، ولماذا بكى في صمت. كان يمكن أن تكون نهايته أسطورية كما كانت البداية بتاعته، فارس من فرسان السينما المصرية وظابط ضمن دفعة تاريخية من الكلية الحربية. لكن ما لم يروى في كواليس الأيام الأخيرة من حياة أحمد مظهر بيكشف وجه مغاير تماما ووجه موجع. الفنان أحمد مظهر خريج الكلية الحربية سنة 1938، زامل جمال عبد الناصر وأنور السادات، وقاد مدرسة الفروسية بعد الثورة. لكنه استقال من الجيش علشان يخش عالم الفن بحثا عن الضوء في عالم الفن. انطلقت مسيرته بفيلم اسمه ظهور الإسلام، ثم لمع نجمه في رد قلبي ليصبح بعدها أيقونة لأدوار الفروسية والبطولات الرومانسية في السينما المصرية. لكن وراء أضواء المجد ظلت خيوط النهاية بتنسج مأساة ببطء. حسب اللي روته الفنانة الراحلة مريم فخر الدين في أحد لقاءاتها التلفزيونية، كانت نهاية أحمد مظهر صادمة، ليس لجمهوره فقط بل لكل من عرف أحمد مظهر عن قرب. قالت إنها سمعت من مظهر نفسه إن ولاده فرضوا عليه الحجر، رغم إنه بيمتلك 30 فدان من الأرض، قيمة الواحد منها كانت تصل إلى 1,000,000 جنيه. كان الرجل يتحدث بألم، محاصرا داخل منزله، تائه بين ذكرياته وبين البطولة وواقع العزل. في زيارة جمعت مريم فخر الدين ونادية لطفي وكوثر شفيق، اصطدموا بواقع مزلزل. استقبلتهم زوجته ببرود وعدائية، وصلت إلى حد اتهام مريم فخر الدين بالزواج السري من أحمد مظهر. ولما حاولت مريم الرد، أشارت إلى أن الرجل كان يحبس في بدروم بعيد عن الشمس، ورغم الشيخوخة بتاعته وهو مساهم في تدهور حالته الصحية، وأدى بعد كده إلى وفاته بسبب التهاب رئوي حاد. في إحدى المحاولات لدعمه، جه الفنان سمير صبري لإجراء لقاء تلفزيوني معه بناء على طلب مريم فخر الدين، اللي اشترطت أن يمنح مظهر مالا مقابل الظهور. وفعلا فرح مظهر بالظرف المالي، لكن اللحظة سرعان ما تحولت لمشهد عبثي. زوجته حاولت ان هي تنتزع الظرف من جيبه قدام الكاميرا في لحظة صراع صامت على ما تبقى من كرامة. اتأثرت مريم فخر الدين جدا باللي حدث لصديقها، وكانت بتملك 10 فدادين، وقامت بتوزيعها على أبنائها قبل ما تلقى نفس المصير. وعلقت اللي حصل له كان درس قاسي، ما حبتش إن حد يحجر عليا زي ما عملوا معاه. أكدت مريم فخر الدين إن عائلة أحمد مظهر تعمدت قطع الزيارات عنده، وتعاملت بعدائية مع أي شخص بيحاول إنه يشوفه أو يسأل عليه. حتى الهدايا والمشتريات اللي جابها له سمير صبري من محبيه ومعجبيه والبرامج اختفت. النهاية كانت باردة وحزينة، وكانت صامتة تماما كنظرات رجل أفنى حياته في خدمة وطنه وفنه، وانتهى مهملا منزوع الحضور ومحاصر في الظل. حقيقي شيء مؤلم جدا جدا جدا. لم يكن مجرد ممثل، خلي بالك، أحمد مظهر كان رمز، ومع رحيله بقت القصة مش حكاية تروى،
لكن نقوص إنذار عن العلاقات الأسرية لما تفتك بالحب وتحاصر الكرامة. هل كانت النهاية دي هي اللي يستحقها أحمد مظهر، أم أن البطولة الحقيقية كانت لتكون لو حافظنا على أبطالنا حتى النهاية؟ إزاي ممكن نجم بحجم أحمد مظهر فارس الشاشة يتبدل حاله في آخر أيامه ويوصل بيه الحال إنه يعيش في عزلة ويتحرم من أبسط حقوقه؟ القصة دي مش بس مأساوية يا جماعة، دي كمان مخيفة وصادمة وبتطرح سؤال كبير: هل الشهرة والنجومية بتكفي لحماية الإنسان من أقرب الناس إليه؟ أحمد مظهر اللي الاسم اللي كل الأجيال بتعرفه، ناصر صلاح الدين أيدي الناعمة، الراجل اللي ساب البدلة العسكرية عشان يلبس عباءة التمثيل ويستغل موهبته في توجيه دروس للناس. بدأ حياته في الكلية الحربية، وزي ما قلت لحضراتكم حياته انتهت بالصورة المأساوية في البدروم، مهمل متألم. ازاي ده حصل؟ دي مأساة كبيرة جدا جدا جدا، وحكت بس جزء بسيط منها مريم فخر الدين. اليوم اللي قررت فيه مريم فخر الدين ونادية لطفي ان هم يزوروه، قالوا انهم دخلوا البيت، لكن زي ما قلت لحضراتكم استقبلتهم مراته استقبال سيء جدا جدا، وكشرت في وشهم وما كانتش حتى عايزه تخش، وكان اسلوبها حاد جدا معاهم، واتهمت الست ان هي اتجوزت مريم فخر الدين، اتجوزت مظهر وقتها ما كانش في اوضه ولا صالون، ده كان محبوس في البدروم بتاع البيت. اه والله، البطل اللي كان بيقف بالسيف على ظهر الحصان في السينما بقى قاعد في قبو بعيد عن الشمس وعن الناس وعن الحياة. في لحظات ضعف النادرة حكى لمريم فخر الدين ان بنته طلبت منه يا دوب 3 فدادين بشكل مباشر، قالت له كده كأنها بتاخد حاجة عادية، مش بتسأله أو حتى بتتكسف إن هي تطلب منه. مريم وقتها فهمت الرسالة، وكانت هي كمان عندها ال10 فنادين زي ما قلت لحضراتكم، وقررت توزعهم على ولادها وهي لسه عايشة علشان ما حدش يكرر نفس وزي ما قلت لحضراتكم إن الفلوس كان ليها دخل كبير جدا في النهاية المأساوية لأحمد مظهر. أحمد مظهر بعد ما جابوا له الظرف وكان مبلغ بسيط حطوا له في جيبه، ومظهر كان فرحان جدا جدا واحتضن الفلوس كأنها كنز، لكن اللحظة انقلبت دراما سودة لما زوجته مدت ايديها في جيبه وبقت تحاول تاخد الفلوس، وصراع حصل قدام الكاميرا بين راجل كبر وشاخ ومراته اللي بتتخانق معاه على ظرف فيه فلوس بسيطة جدا جدا جدا. مش هقدر اتكلم في الظروف المأساوية اللي انهى بيها احمد مظهر حياته اكتر من كده، ولكن للأسف يوجد اسرار كثيرة سنفرد لها حلقة تانية. شكرا وإلى اللقاء، ولنا لقاء جديد قريبا إن شاء الله.